ازيكم عاملين ايه؟ شكرا جدا على التعليقات الحلوة دي. هنبدأ الملخص مع مياو اللي محبوسة بقالها 10 سنين من قبل عيلة فانغ، واللي قتلوا والدتها وكانت مستنية اليوم اللي هتطلع فيه للدنيا او ان هم هيجوزوها لفانغ السيد العجوز. وكمان بينبهوا عليها ان هي ما تفكرش تهرب، لان هم حاطين جهاز في رجليها ومنه يعرفوا هي موجودة فين، وكمان بيعذبوها منه بصدمات كهرباء. وبتحكموا في الجهاز ده وبيطلبوا منها اللي هي تغير وتنظف نفسها، وبتروح وبتقدر تشيل الجهاز ده. وبتكون هي بنت مش سهلة، واللي هي قررت اللي هي تنتقم لوالدتها، بس قبل كده قررت اللي هي تستمتع قبل ما تتجوز الراجل العجوز. وبتروح مالها ليلي وبتلاقي شاب وسيم، وبيكون ده بطلنا شوانغ من عيلة فانغ، وبتكلمه بأسلوب الإشارة وبتقوله اللي هي عايزة تنام، وبيفهم اللي هي بنت خالصة، لكن هو بيرفض لأنه ملوش في الكلام ده. لكن هي بتغريه وبتقدر تاخده معاها الغرفة، وبيكون أسلوبه معاها شرس جدا وعنيف، وبتتوجع فبيعرف إن هي بتتكلم، وبيسألها هي ليه بتمثل اللي هي بنت خارصة، فبتقوله ملكش فيه. وتشين ووالدتها بيدوروا عليها وبيقدروا يعرفوا مكانها من الجهاز، لكن الجهاز بيكون مع خدمة الغرف، وبيدخلوا غرفة الغلط لأن خدمة الغرف كانت موجودة في الغرفة دي. وشوانغ بيسأل مياو عن رقم تليفونها أو اسمها، فترفض اللي هي تقوله، وبتقوله اللي هما مش هتقبلوا تاني، وإن دي كانت مجرد ليلة ودي مكافأتك لأن أدائك كان كويس جدا. وتشين بتلاقي مياو وبتدوس على إيديها وبتقولها أنت بتفكري تهربي مني، لكن بتقولها أنا كنت بدور على الحمام، فبتضربها وبتقولها اللي أنت كدابة. لكن والدتها بتشدها وبتقولها إن خالها يهمه الوش الجميل ده، فبلاش تضربيها النهاردة، والنهاردة خطوبتها. وبنلاقي السيد فانغ وصل، ومياو بتنزل زي الأميرات، وبكون مسحور بجمالها، لكن بيلاحظ علامات على وشها وبيسأل تشين، فبتقوله هي ما كانش قصدها اللي هي تضربني خالص. وبيجيب الشمعة عشان يعاقب تشين، ووالدتها بتدافع عنها لكن بيضربها وبيمسك ايديها اللي ضربتها، وبينزل الشمع سخنة على ايديها. وبتكون دي خطة مياو لأن عارفة السيد فانغ مش بيستحمل عليها حاجة وإن هو هيعاقبهم، وكمان بيقولها إن فرحهم بعد يومين وأشهر مصمم بيصمم ليها فستان الزفاف. وبيوصل ابنه الوحيد اللي هو بطلنا شوانغ، وبيقدم ليه مرات أبوه الجديدة وبيعرفها عليه، فبتصدم أول ما بتشوفه، وهو الصراحة ما بينطقش بكلمة. ووقت العشاء بيلمسها وهي بتتضايق جدا، وبعد كده والده بيحس إن هم عارفين بعض وبيسأله لو هو يعرفها، فبقول له اللي أنا بشبه عليها وحاسس اللي أنا أعرفها، فبتشاور له وبتقول له لا لا لأن هي مفهماهم اللي هي خارصة، فبقول لا اللي أنا أعرفها بتتكلم. وبعد كده بيمسك رجلها فبتكب عليه العصير، وبتقول انا هاخده عشان انضف له هدومه. وشيا بتقول لاخوها انت ليه حابب تتجوز من بنت مراتك القديمه اللي انت قتلتها؟ بنتها لو عرفت هتكون نصيبه وهتكون عاوزه تنتقم. وشوانغ بيهدد مياو اللي هو هيفضحها بالصوره بتاعتها اللي معاه، وبقول لها انت ليه بتدعي اللي انت خارصه؟ فبتقول له اللي انت مالكش دعوه باي حاجه وما تسالنيش. وبتقول له اللي انت مش هتقدر تتكلم لان هي كانت ليله ما بيننا احنا الاتنين، فبيشدها وبقول لها لو مش عاوزاني اتكلم فلازم تجيلي الليلة. وبيقرب منها لكن بتزقه وبتوريله اللي هي مصوراه وهو كان معاها ومتزهرة وشه، وإن هي تقدر تفضحه قدام والده. فهنا بتشين بتدخل عليهم فجأة وبتقول لهم اللي أنا كنت سامعة صوت واحدة بتتكلم، فبتقول لها إن السيد شانغي كان مشغل التليفون، لكن بتيجي تضربها وبتقول لها أنت بتستغفليني، لكن بيمسك إيديها وبقول لها كنت بكلم واحدة ومشغل المكبر الصوت، لكن هي بتكون شاكة وبتحاول توقعها عشان تعمل صوت لكن بتكون صامت. وشوانغ بيمسكها، وأول ما والده بيبص بيجي بعد عنها، وبعد كده بيشوف الجهاز وبيعرف اللي هما بيراقبوها والجهاز في رجليها وبيعذبوها بيه. ومياو بتكون بتعذب نفسها بالجهاز وحاطة رجليها في المية وبتحس بصدمات الكهرباء، لكن شوانغ بيجي وبيشيلها وبيفكلها الجهاز وبيديها ايديه وبيقولها عضيها عشان الألم وبيعقم لها الجرح. وبعد كده بتاخد الجهاز تلبسه تاني وبيديها البطاقة وبيقول لها حياتك بين ايديكي، وبيجي بيسها وعاوز يقضي معاها وقت وبيقرب منها، لكن السيد فانغ بيجي وبيخبط وبيدخل فجأة عليهم، وبدخل وبيلاقيها لوحدها بطلب منها لو ما ينزلوا عشان يفطروا، وبيجيله مكالمة ان قطعة ألماس مختفية وبيكون هو شغال في المجوهرات. ومياو بتوقع شنطة شياو اخته وبيكون معاها كيس وبتاخد الشنطة، وبعد كده اخوها بيقول لها شوف اللي وقع من شنطتك، بتقول له ان مفيش حاجه وقعت من شنطتي وان الكيس ده مش ليا، لكن بيطلع الكيس ده في قطعه الالماس وبتكون هي نفس القطعه.
المختفية من عنده وبقول لها اللي انت عديتي الوقاحة، فبتقول له أكيد مياو هي اللي عملت كده، واللي انت عاوزة توقعي بيني وبين أخويا وبدها تضربها. لكن شوانغ بيمسك إيديها والسيد فانغ بيعاقبها هي وبنتها إن هما يخرجوا من البيت ومش يعيشوا فيه. وبعد كده بيقول لمياو اللي هو شوانغ هياخدها عشان تقيس الفستان، وبتروح مع شوانغ وبيسألها هي ليه بتتظاهر بإن هي مش بتتكلم وإيه حكايتها وإن هي متجوزة والده ليه، لو متجوزاه عشان الفلوس فهو مستعد اللي هو يديها أكتر، بس مش تتجوز والده ويكون ليه هو. لكن بترفض وبتقوله إن أنت ملكش فيه، لكن بيشدها وبيجي بيسها. وبتيجي بعدها عنها وبعدها بتشوف تشين وهي جاية، وتشين أول ما بتشوف العربية بتروح تبص فيها وبتشوف مياو وهي بتبوس شوانغ. لكن فجأة بتلاقي عقد ألماس جميل جدا وبتاخده وبيغريها، وبتكون مياو هي اللي رمي العقد، ولما يسألها بتقوله ملكش فيه. وبتدخل وبيعجبها جدا الفستان وبتروح عشان تقيسه، وبتقوله انت كمان قيس بدلة والدك. وبيقرر فعلا اللي هو يلبس بدلة والده ويعمل لها بروفة هو. فبيروح وبيقف جنبها وبيبقى شكلهم كيوت، فبتقوله ان البدلة ديت مش لايقة عليك لان هي لوالدك. فبيشدها لحضنه بيقول لها لا احنا لايقين احنا الاتنين على بعض. فبتقوله اللي انا بحب اكون معاك واستمتع وانا على السرير، وان المدينة كلها عارفة اللي انا هتجوز من السيد فانغ، ما يعرفوش اللي انا هتجوزك انت. فبيبتسم وبقول لها اللي انت واحدة نصابة محتالة، واللي انت لو عاوزة فلوس كنت اديتك اكتر، لكن انت عاوزاه تستغليني وعاوزاني اللي انا اساعدك. وبعد كده بيروحوا يتصوروا وبيدخل عليها عشان يوريها الصورة، لكن بتطلب منه اللي هو يخرج دلوقتي لان هي عاوزة تغير، وبتفك الفستان قبل ما هو يخرج. فبيشوف الوشم اللي على ظهرها وبيكون مهتم بيه جدا وبفكره بأخته اللي كانت متبنياه، ولما عملت حادثة مش كان قادر ينقذها، وإن هي كانت مصممة مجوهرات مشهورة جدا، وكان ده أحد تصميماتها من الوشم ده، وادته الرسمة وقالت له اللي هو يحتفظ بيها. وبيروح وبيسألها عن الوشم ده، فبتقوله إن هو ده وشم عادي، أنت ليه مهتم بيه؟ ومصمم يعرف حكايته، لكن بيسمع صوت والده وتشين جايباه، وبتقوله إنه مياو بتخونه معاها شاب جوه في غرفة القياس، وإن هي عاوزة تكشفها قصاد خالها. لكن هنا بيقول لها لو عايزين انقذك فخليني اقضي معاكي ليله. فبتيجي ضرباه وفجاه بيدخل عليهم وهي بتصور، ولكن بيلاقوه مياو لوحدها وبتقول له خير في حاجه. وانا جيت اقيس الفستان زي ما انت قلت، وبتشاور على العقد وبتقول ان ده والدتها مصمماه من 10 سنين، وان ده الذاكره الوحيده اللي فاضلالها من والدتها. فبيجي ضارب تشين واخد منها العقد، فتشين بتقول ان العقد ده تصميمي، لكن مياو بتقول لها ان والدتها دخلت بيه المسابقه وفازت بيه المركز الاول، والكلام ده من 10 سنين. فبيحرم تشين اللي هي تشارك في المسابقة السنة دي بتصميم المجوهرات بتاعتها. وبعد ما بيمشي شوانغ بيطلع من تحت الفستان، فبتروح تقعد معاه وبيسألها عن شوانغ، فبتقوله ما تعرفش هو راح فين، كانت بتقيس الفستان. فبقول لها اللي هو عانى جدا شوانغ في حياته، وكان مسافر بره وكان عامل عملية قلب مفتوح وان هو رجع من الموت. فبتفتكر لما كانت معاه مفيش اي اثار جروح في صدره، فبتعرف ان في مشكلة في هويته وان هو ده مش ابنه الحقيقي. وبعد كده بيجي بيقول له اللي هو كان في قسم المجوهرات، وان هو نقى له الخاتم بتاع الجواز وبيقدمه لوالده، ووالده وبيلبسه لمياو. وبيروحوا البيت وبيلاقي الشغالة شايلة شوية تصميمات مجوهرات، والتصميمات دي بتكون من غرفة مياو، وبيسألها التصميمات دي بتاعتها، فبيفرح جدا بتصميماتها المميزة جدا، وبقول لابنه اللي هي لازم تشارك في المسابقة. وبنعرف ان مياو كانت متفقة مع الشغالة على كده وبتديها الأجر. وشوانغ بيجي وبيسقف وبقول لها ده انت ممتازة جدا وبتعرفي تخططي كده، انا متأكد ان هدفك مش المال، انت عاوزة تنتقمي من والدي، فعرفيني حكايتك. فبتقوله ما تسألش كتير عشان انا عارفة سرك زي ما انت عارف سري. فبيضحك، فبتقوله انا عارفة اللي انت مش ابن فانغ. فبيخنقها وبقول لها لو مش عرفتيني بحقيقتك انا هخنقك. فبتقوله اللي احنا هدفنا واحد، فبقول لها بدل هدفنا الانتقام من فانغ لازم تعرفيني حكايتك. ولسه بدها تقوله بيلاحظ ان في حد جاي وبياخدها ويستخبوا. وبعد كده والعجوز جاي بهدوم والدة مياو، وبقول لها تلبسها ليه عشان عاوز يقضي وقت جميل معاها. وبتكون خايفة جدا ومش عاوزاه يلمسها، لكن أول ما بيقرب منها بيجيله مكالمة، وبتكون مكالمة شغل مهمة ولازم يمشي. وبعرفها قبل ما يمشي إن حفلة تصميم المجوهرات بكرة ولازم تلبس أحسن ما عندها. وبتروح الحفلة والعقربة بتعرفها على عميل مهم جدا وبتقدمها له، وبطلب منها اللي هي ترقص معاه، لكن شوانغ بيغير جدا وبيقلب عليه العصير عشان مش ترقص معاه. وهنا بيعلنوا عن اسم الفائز للعام بتصميم
تصميم المجوهرات وهي مياو. وهنا العميل بيروح ويقدم لها الكارت عشان يتعاملوا سوا، لكن السيد فنغ طماع وقال له اللي احنا هنتفق على كل حاجة. وبيجي شاب عاوز يفتح شوانغ وبيقول ان هو مش شوانغ الحقيقي وان ده نصاب، لان شوانغ بيتحسس من السوداني وان هو حطله سوداني في المشروب. وفجأة شوانغ بيحس بتعب ومياو بتيجي عليه جري وبتكشف كده صدره، والشاب بيجي عشان يتأكد بيلاقي الحساسية فعلا ظهرت في جسمه. ووالده هنا بيطلب من مياو اللي هي تاخده على الغرفة عشان تعالجه. وبنشوف شوانغ وهو بيشكر مياو على مساعدتها ليه، وبنعرف ان مياو شافت الشاب وهو بيحط بودرة السوداني في المشروب لشوانغ. وشوانغ كمان عنده حساسية من المانجا، فأول ما قالت له راح كل مانجا على طول، وبعد كده بتجيب له المرهم عشان تعالجه. وبتكون مثيرة جدا ليه وبكون عاوز يقرب منها، وهي بتكون حابة اللي هي تقضي وقت معاه، لكن فانغ بيجي على طول وبيخبط عليهم وبيزعجهم، وفجأة بتيجي رايحة على طول وطالعاله وبيسألها عن ابنه، فبتقوله اللي هي حطت له الدواء، فبيجي شايلها هلابيلة وبياخدها على الغرفة وبكون خايفة جدا وعاوز يقضي ليلة معاها، لكن بتحاول اللي هي تهديه. وبعد كده بتغريه وبتغمض له عينيه، وبكون عاملة حسابها وجايبة بنت بديلة تقضي الليلة مع فانغ. وشوانغ بيجي وبيلاقيها مجروحة في جسمها مكانه، فبيجي شايلها وبكون غيران جدا عليها وبياخدها غرفتها الخاصة وبيفكلها الجهاز، وبكون متضايقة جدا اللي هو لمسها، وبتنزل المية وبتفضل تغسل في جسمها وبتقول أنا عاوزة أنتقم لموت والدتي، وبتحكي له حكايتها وبتعرفه اللي هو قتل والدتها، فبيعرف اللي دي بنت أخته، وبعرفها إن هو أخو والدتها بالتبني، بتكون والدتها حكيت لها عليه قبل كده وهي صغيرة، وبعرفها اللي هو دور عليها كتير وكان نفسه يلاقيها، وبياخدها على السرير وبده يطفي النور لكن بترفض لأن هي بتخاف من الضلمة، لأن العقربة كانت معيشاها في أوضة ضلمة لمدة 10 سنين، وعلى طول كانت بتشربها دواء عشان تفقد الوعي، وبتقضي ليلتها معاه، وتاني يوم بتصحى جنب فانغ وبيكون مبسوط جدا لأن هو قضى الليلة معاها. والعقربة وبنتها بيقولولها صوتك كان جميل جدا امبارح وهو طالع من أوضة السيد فانغ، وقصدهم على البنت ديكي، فبتيجي حاطة السكينة على رقبة بنتها وتقولها لازم تعتذري، فبتعتذر، وبعد ما بتسيبها بيكون عاوزة تضربها بالقلم، لكن شوانغ بيجي وبيقولها ازاي تضربي مرات أبويا، ده هي في مقام أمي، وبيقدم ليها انسيال غالي جدا ومن البراندات العالية، وبيكونوا منبهرين جدا، وبقولها يلا عشان نتغدى برا. والعقربة الكبيرة بتقرر اللي هي تكشف حقيقتها وبتنادي عليها وبتخليها تاخد الشاي وهو سخن جامد، فمش بتعمل صوت، فبتجيب براد الشاي وتفضيه على ايديها وهو بيغلي، وبتقول لها ايه مش قادرة تتكلمي يا قلبي، وبتيجي مشرباها الشاي وهو مولع نار، وبتمثل بعدها اللي هي تعبانة. وبعد كده العقربة بتشرب الشاي وبتحس بتعب، وبنعرف ان هي كانت حاطة الدواء لمياو، لكن مياو قدرت تغير الفناجيل الشاي، وبنعرف ان فناجيل الشاي ده غالي على مياو لان هو لوالدتها. وبعد كده بتيجي خانقاها، واول ما بتشوف السيد فنغ بيجي بتسيبها تخليها هي اللي تخنقها، او فنغ بيزعل جدا وبيتضايق عشان مياو، وبيجي ضارب اخته بالقلم وبيقولها اللي انت تعديت الخطوط الحمراء، وبيجي فنجان واقع مكسور، ومياو بتزعل، والعقاب تعيش يومين في اوضه ضلمه، ومياو بتعالج الحرق اللي في ايدها، وشوانغ بيدخل وبيكون غيران جدا وبقرب منها بطريقه وحشيه، فبتقول له ما كنتش عارفه ان انت بتغير للدرجه دي، فبقول لها انا بتهبل لما هو بيكون جنبك او بيهتم بيكي، والحرق اللي في ايدها بيكون تعبها، لكن بتكون زعلانه اكتر على طقم الفناجيل الشاي اللي اتكسر بتاع والدتها، لكن شوانغ بيفاجئها بالطقم الاصلي، بيقول لها ان الطقم اللي كان موجود كان هو التقليد، وان هو محتفظ بكل حاجه لوالدتها كانت موجوده في البيت ده، فبتقرب منه وبتشكره على اللي هو بيعمله معاها وبتقضي معاه الليلة. وتاني يوم بتكون قاعدة بترسم وبيبعتلها ريكورد بيقولها اللي هو في المصنع وهيجيلها الليلة وكمان جايبلها فاكهتها المفضلة، لكن الشغالة بتيجي بعدها بحبة بتقولها إن المصنع انهار، وبترن عليه بتلاقي تليفونه مقفول، فبتطلع الجري على المصنع، وبتكون دي خطة تشين ومتفقة مع الشغالة، ومياو بتروح المصنع وتفضل تنادي على شوانغ، لكن تتفاجئ بعربية السيد فانغ وبيعرف إن هي بتتكلم، وبياخدها البيت وبيقولها تفسر له اللي بيحصل، فبتديله اختبار الحمل وبتقوله إن هي حامل، وشوانغ بيوصل وبيتصدم من اللي بيسمعه، والعقربة بتقول إن التست ده مزيف
بتتكيف، وفانغ بيزعق ليها، فمياو بتقوله اللي أنا اخترت اللي أنا أكون خرسة لأن هي كانت بتعذبني وأنا صغيرة وبتديني دواء عشان أفقد النطق، وبتقوله كمان أنا رحت المصنع بعد ما إجالي خبر اللي هو انهار وخفت عليك وعلى السيد شوانغ ورحت أطمن عليك، فبيديها كتعويض خط التصميم للمجوهرات، وكان طاير من الفرحة وبقول لشوانغ اللي انت هيجيلك أخ أو أخت صغيرة، وكمان بيخليهم يفكولها الجهاز، وبالليل شوانغ بيروح وهو سكران وبقوللها ليه عملتي كده، فبتقوله اللي في بطني ده ابنك هو ما لمسنيش، فبيعرف ان هي استغلته حتى في الحاجة دي وان هي ما عملتش حسابها في وسيلة حمل، وان هو على طول بيساعدها عشان هو بيحبها وعاوز ينتقم لموت والدتها، لكن هي بتقوله ان الطفل ده مهم ليها لان هيديها السلطة والقوة وان المشاعر ملهاش مكان جواها. وبعد كده بنعرف اللي هي سمعت العقربة وبنتها لما بيتكلموا عن موت والدتها بيقولوا ان والدتها ماتت بسبب تبنيها لشوانغ، فقرروا يقتلوها عشان الميراث، وتشين بتشوفه وهو خارج من عند مياو فبتعرف اللي في بطنها ابن شوانغ، وتاني يوم مياو بتطلب من مساعد شوانغ اللي يجيب لها طلبات وبيقع منها مفتاح غرفة في فندق، وتشين بتشوفه وبتجري وبتاخده، وبتكون بتراقب شوانغ وبتسمعها وهي بتبعت ريكورد لشوانغ وبتقوله اللي انا هستناك الليلة في الفندق، وبعد كده بتراقبها وهي ماشية وبتشوفها وهي ماشية مع شوانغ وداخلة الفندق، وبيكون بيكلم الصحافة وبتقولهم اللي هم يجي لأن في صفق صحفي كبير، وبتاخدهم معاهم على الغرفة وبتدخل تتفاجئ بوالدتها مع جوز شباب ونازلين الصحفيين تصوير وبتحاول تسكتهم وتخرجهم برا، وبتكون دي خطة مياو وهي وشوانغ، وبنعرف ان هي شافت العقربة وهي بتسكر وجوز شباب ادتهم فلوس وطلبت منهم اللي هم يسحبوها معهم كده على الغرفة، وطريقة مياو مع شوانغ بتكون رسمية جدا وبتشكره على تعاونه معاها في الخطة دي ومساعدته ليها، فبقول لها انتي ناسية ان عدونا واحد وبيجي يقرب منها لكن بترفض وبتكون مش مديله وش خالص وبتسيبه وبتمشي وبتكون مش فاهم في ايه، والعقربة بتروح لأخوها بتقوله ان ده كله ما كانش قصدي، فبيجي يضربها ويقول لها سمعتنا اللي اتبهدلت في الأرض بسببك انتي واحدة قذرة وجبتيلي العار، فمياو بتيجي وبتقترح عليه حل اللي هو يوديها مستشفى الأمراض العقلية عشان يتخلص من العار ده، فهنا بيوافق على اقتراحها وبيوديها فعلا مستشفى الأمراض العقلية، ومياو بتروح تقول لها زي ما انت حبستيني في غرفة ضلمة وفضلت تعذبيني أنا جبتك هنا في المستشفى وإن ده كله تخطيطي، فبتروح عشان تهجم عليها لكن بتكون مربوطة بجنزير، وبتقول لها ما تفرحيش قوي كده انتي جبتيني هنا في مستشفى لكن انا عذبتك لمدة طويلة والعذاب ده مش هيروح من بالك ولا هترتاحي، وبتقول لها والدتك ماتت بسبب الولد اللي هي اتبنته وهو كان راكب معاها يوم الحادثة لكن هي اللي ماتت في الحادثة، وان ده اخوها فانغ واكيد هيرجع يحن ليها وهيخرجها تاني من المستشفى، ومياو بتطلع وهي منهارة ومش قادرة تستوعب اللي بيحصل معاها، وشوانغ بيجي وبيحضنها جامد وبيقول لها انا اسف على اي حاجة حصلت، وبقول لها انا سمعت كل حاجة وعارف اللي هي ماتت بسببي وانا بتعذب كل دقيقة بسبب الحاجة دي، وانا بوعدك اللي انا هساعدك في كل حاجة عشان تنتقمي لموت والدتك سواء انتي بتحبيني او لا، فبتقوله طب وريني مهاراتك، وبيشتغلوا في الرعب للعقربة وبتصحى على صور الحادثة بتاعة والدة مياو، ومياو بتدخل على هيئة والدتها وبتقول لها انت ليه سرقتي تصميم المجوهرات الخاص بيا وبسببكوا الشركة اسهمها وقعت وانخفضت جدا ودمرتوا حياتي ليه قتلتيني، فبتنهار وبتقول لها انا ما عملتش حاجة وبتمسك ليها السكينة وبتقول لها لازم اخلص عليكي، فبتقول لها ده كله بسبب اخويا فانغ هو اللي طلب مني اسرق التصميمات بتاعتك عشان عاوز اسيطر عليك وعلى شركتك وهو سبب في قتلك، وبعدها شوانغ بيدخل وبقول لها كفاية كده وخلينا نخرج، وتاني يوم تشين بيجيلها خبر وفاة والدتها ان هي غرقت في البحيرة، وبتكون كده مياو انتقمت منها، والخطة التانية اللي هي تستولى على خط الأسهم بتاع تصميم شركة فوانغ اللي هي أساسا شركة والدتها، وتشين بتروح تتولى منصب والدتها بعد وفاتها، وان لغاية دلوقتي ما حدش من المصممين رسم اي تصميم جديد، فمياو بتدخل وبتقول ان
إن التصميم عندها هي، ويا ريت مش تتكلمي عشان ما افضحكيش، وعرفهم قد إيه انتي بتعشقي الأطفال. وبعد كده بتقدم تصميمها والكل بيكون منبهر بتصميمها، وبتقول إن التصميم ده هيدخلوا بيه مسابقة الخريف. وتشين بتجيب أقدم واحد في الشركة وبتقوله اللي هو يعتني بمياو على الآخر ويخلوا باله منها، ومياو بتكون شغالة على التصميم. وبعد كده بتروح عشان تجيب مشروب القهوة بتاعها، لكن لما بترجع بتلاقي إن الفلاشة انسرقت من على الجهاز بالتصميم بتاعها وبتزعق. وبعد كده العجوز التاني ده بيجي وبيقولها إن كل زمايلها موجودين ومحدش خد حاجة، لكن شوانغ بيجي وبيقول اللي هلاقيه متورط في الحكاية دي فهبعته على مستشفى الأمراض العقلية. فبيطلع فورا الفلاشة الاحتياطية وبيديها لها، وأول ما بتاخدها منه بتحس بتعب وبينقلها على طول على مكتبه. وبعد ما بتتحسن تيار الكهرباء بيتقطع فجأة، وفجأة بتلاقيها خايفة ومش قادرة تاخد نفسها بسبب الخوف اللي هي تعرضت له وهي صغيرة. وبياخدها في حضنه وبيشغل لها أغنية، والأغنية دي بتكون بتحبها جدا وبتنام عليها. وتاني يوم تشين بتقول إن التصميمات بتاعت الشركة بتاعتهم اللي في الأرشيف تم سرقها، وراحت لشركة تانية وبالأدلة وجايبة فيديو، وحد بيدخل الأرشيف وبياخد منه الصور دي. وشوانغ بيجي بيقول لها إن كان في مشكلة امبارح في تيار الكهرباء فازاي الكاميرات صورت المجرم. ومياو بتقول لها الأدلة اللي معاكي ضدي ضعيفة جدا، وبتجيب لها الشرطة والشرطة بتمسكها هي وبيقولوا لها اللي انت بصماتك موجودة. ومياو بتقول لها اللي انت خصم ضعيف جدا، ازاي مفكرة ان البصمات بتتغير. وشوانغ بيكون في مكتبه جايب فستان بنوتة، ومياو بتدخل عليه وبتقول له هات اللي انت مخبيه، فبيقول لها مش مخبي حاجة، وفي الاخر بتلاقيه. وبتقول له انت ايه اللي عرفك اللي هي بنت، فبيقول لها عشان انا بحب البنات ومتأكد اللي هي هتكون بنت. فبتعرفوا اللي هي كانت في مكتب فانغ وان هي لقيت اوراق توديه في 60 داهية وتسجنه. فبقول لها انت ازاي جبت بصمة المكتب بتاعه، فبتقول له مش انت اللي بعتها لي. فبقول لها انا مش بعت ليكي حاجة، وبتطلع له التليفون وبتوريه الصورة اللي هو بعتها لها، لكن بقول لها انا مش بعتلك حاجة. وبعد كده بنشوف السيد فانغ بيدي فلوس للموظف بتاعه، وبنعرف ان الموظف هو اللي ورا البصمة وان هو كشف حقيقة مياو وكشفها للسيد فانغ. وفانغ عارف اللي هي بتنتقم لوالدتها، وعارف كمان ان شوانغ مش ابنه. وبعد كده مياو بتحس بتعب جامد جدا، وبتكون عرفت ان فانغ كشفهم خلاص وان هما لعبة شطرنج في ايده. وبعد كده بتروح للدكتور عشان تطمن على نفسها، والدكتور بيقول لها ان حالتها الصحية مش كويسة، وان بسبب دواء كانت بتتناوله وهي صغيرة سبب ليها لفشل كلوي، ولو اختارت تكمل حملها مش هتعرف تعمل غسيل كلوي ومش هيكون معاها وقت ولازم تلاقي متبرع فورا. وشوانغ بيروح لها غرفتها بالليل بيلاقيها مغمى عليها في البانيو، وبياخدها وبينيمها على السرير، لكن بيلاقي فاتورة طبية وبيعرف ان هي اجهضت الطفل. واول ما بتفوق بيقول لها انت كنت عاوزة الطفل ده عشان تستغليه، وبعد ما مهمته خلصت اتخلصت منه. ليه انت اتخلصتي من حاجة تخصني؟ انت ليه بتستغليني على طول؟ فبتقول له مش مستاهل ان انا اجيب الطفل ده واربط حياتي بيه، اللي كان ما بينا متعة على الفراش ومش اكتر. فبيشدها من ايدها وبيتعصب عليها وبقول لها انت ليه قلبك ما فيهوش مشاعر؟ برغم اللي انا بعمله عشانك وبساعدك انت مش حبيتيني وعلى طول بتستغليني. فبتقول له انا بكرهك ومش عاوزه اصلا اكمل معاك. فبقول لها انت فعلا مالكيش قلب ولا مشاعر. فبتتعصب عليه وبترميه بالمخده. فبيطلع لها فلاشه وبقول لها الفلاشه دي انا جمعت كل الادله ضد فانغ، وكنت مفكر اللي خلاص اللي انا هقدر انهي عليه واخدك انت وطفلي عشان نعيش سوا. وبسيبها وبيمشي. وبنعرف اللي حصل مع مياو ده مش كان بإيدها، وإن هي كانت مختارة الطفل وكانت عايزة تكمل في حملها برغم كان في خطورة على حياتها، لكن حصل معاها نزيف وأجرى لإجهاض. وشوانغ بيكون حزين جدا بسبب الطفل اللي أجهضته، ومياو وبيطلب من المساعد بتاعه اللي هو يحقق له في الموضوع ويعرف ايه اللي حصل مع مياو. والسيد فانغ بينقل الملكية الشركة لمياو، ومياو بتوقع. وبعد كده بيقول لها اللي أنا بحب النساء الجميلات الأذكياء، لكن بكون مبسوط جدا وأنا بكسر جناحاتهم وبخليهم عاجزين. فبتعرفوا اللي هي قدمت الأدلة اللي ضده للشرطة. فبقول لها الأدلة اللي في إيدك دي كلها مزورة، واللي مصبرنا عليك اللي هو الطفل اللي في بطنك. فبتعرفوا اللي هو الطفل خلاص فبينهار جدا وبيتضايق، وبعد كده بيتعب وبيعرف اللي هي حاطه له دواء.
وبعدها بتتعب وشوانغ بيجي وكمان بيعرف اللي في بطنها مش كان ابنه وكان ابن شوانغ، وبيسأله عن ابنه وداه فين، فبيقوله ان ابنه مات بسبب الاطلاق الناري اللي حصل عليه، وقدرت كمان اخد الهوية بتاعته عشان اقدر ادخل حياتك وانتقم منك. ومياهو بتقوله لو انت مش هتدخل بالادلة اللي انا قدمتها فهتدخل بالدليل ده، وبكون مسجله له لما كان مع الموظف بتاعه، وبنعرف ان هو اللي قتل اخته ورماها في النهر، وإن كان معترف بجرائم كتير مع الموظف بتاعه وهي سجلت له، وبعدها بيغمى عليه. ومياو بتروح تقف قدام صورة والدتها وبتقول لها إن مشوار الانتقام خلاص على وشك الانتهاء، واللي هي هتجيب حقها. وبعد كده بيجيلها مكالمة من الدكتور بتاعها وبيقول لها إن هم لقيوا لها متبرع، وبتدخل فعلا أوضة العمليات، لكن بيرفض المتبرع اللي هو يعرفها هويته، وبيكون هو شوانغ، وبيكون عارف لما المساعد عارف كل حاجة وقدم له الأوراق، وفورا بيقرر اللي هو يتبرع ليها. بتعمل العملية وبتبقى كويسة، وهي ماشية في الممر في المستشفى بتحس بتعب وبكون رجالته حواليه، والأكل بتكون مش عاجبها. فجأة بتلاقي أكل كويس جدا من اللي هي بتحبه قدامها، ولما بتحاول اللي هي تقشر البرتقانة مش بتلاقي السكينة، فجأة تلاقي السكينة قدام عينيها، وشوانغ بيكون مهتم بيها خالص من غير ما هي تعرف. وبعد كده الممرضة بتسيبها مرة واحدة في الممر، وبتلاقي فانغ قدامها، وبكون ما اتحبسش، وبكون جاي عشان يخلص منها القديم والجديد اللي هي عملته فيه، وبتفكر اللي هي تهرب لكن مش بتلحق، وبيبنجها وبيخطفها، وبتفوق تلاقي نفسها متكلبشة ولوحدها، وبتقدر اللي هي تفك نفسها، وبتيجي تهرب لكن بتلاقي الفنغ جاي معاه ومعاه واحد من رجالته، وبقول لها اللي انا مش هسيبك اللي انت تهربي كده، وبيقدمها هدية لواحد من رجالته، وبحاول يعتدي عليها لكن شوانغ بيجي وبيضربه وبيهرب، وبيروح هو وبينقذها، هو بياخدها ويجري بيها عشان يقدر يهرب، لكن بيلاقي فانغ برجالته محاوطينه من كل مكان. هو بيقول لمياو ابن المزيف اتبرع عليكي بكليته من غير حتى انت ما تعرفي، حبكوا بريء جدا، لكن انا هخلي حد فيكو يفارق التاني، وبيسيب رصاصة واحدة بس في السلاح وبقول لهم حد فيكو ينهي حياته. وقبل ما مياو بتاخد السلاح شوانغ بيكون واخده، لكن بيوجهه على السيد فانغ وبيقول له اللي هو هيقتله، وبيخلي مياو اللي هي تمشي، ومياو فعلا بتمشي وتسيب شوانغ، لكن فانغ بياخد السلاح منه وبيحطه فيه، وبيقول له اللي هو هيخلص على حياته وهينتقم منه، لكن مياو بتدخل وبيكون معاها شنطة فلوس، وبتعرض على رجالة فانغ اللي هم ياخدوا الفلوس ويمشوا، فبيوافقوا. وبعدها شوانغ بيقدر يهرب من تحت ايد فانغ، لكن بيطلق عليه النار والرصاصة بتصيبه في كتفه، والشرطة وهي بتمسك فانغ بيقدر يهرب منهم، لكن لأجل الحظ عربية بتخبطه وبيموت. وبعد الحادثة دي بمرور شهرين، ومياو بالشكل ده بتكون استولت خلاص على الشركة بعد وفاة فانغ، لأن هي الوريثة الوحيدة لفانغ، وبتكون قدرت خلاص اللي هي تستولى عليها، وانتقمت لموت والدتها وحطت اسم والدتها كمان على الشركة، وبتكون هي وشوانغ خلاص اتجوزوا، وكمان قايد لها على صوابعه ال10 شمعة، وبطلب منها كمان اللي هي تجيب له بنوتة حلوة كده زيها، لكن بتقوله أنا مش عايزة واحدة بس، ده أنا عاوزة 5. وبكده خلصنا الملخص، أتمنى بقى لايك وكومنت حلو زيكم، وكمان شير، ولو انتوا أول مرة تزورونا على القناة ياريت تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد، واستنوني في ملخصات تانية كتيرة أحلى. مع السلامة.